قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ انا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات، بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا ام فالح ويشفي كل مريض ويشفي حفيدك باذن الله ويقر عينك بيه وتفرحي بيه. وربنا يجعل اللي انت بتعمليه مع الناس المحتاجة في ميزان حسناتك يا حبيبتي. طبعا كلكم عارفين ان الحاجة حلمية طلعت وقالت ان احنا يعني ما عدناش هنرد على حد، وانها كانت من خوفها على ابنها ان ما تعملش اجراءات ولا حاجات من ديت، خافت يعني على ابنها وابنها الوحيد، وما كانتش متوقعة ان حد يجي ويعمل كده. بعض الناس خدت موقف حلمية ده سلبي، وبعض الناس عذروها لان هي وام الولد وحيد. فاحنا يا جماعة ام الولد الوحيد بتبقى يعني كل الامهات بتخاف على عيالها، بس ام الولد الوحيد بتبقى متعلقة اكتر واكتر لان هو سندها الوحيد في الدنيا. فلما يعني تخاف وعلى ابنها وتمشي وتقول تمشي في محتواها، ما عادتش هتصد ولا هترد. ده كان عهدنا على حلمية انها ما كانتش بتصد ولا بترد على مشاكل. فاحنا مساندينك ومعاكي، الا اننا ما كناش عايزينك تعملي يعني مشاكل ولا حاجة. احنا كنا عايزين مجرد ان انت تحفظي امان ابنك وامانك بتعهد قانوني، لا اكتر ولا اقل. بس امر الدنيا غريب قوي يا حبايبي، امر الحكومة والناس والقنوات والسوشيال ميديا ككل غريب. لما مقلب احمد جمهورية احمد وامل كان مقلب فج، وقال ان هو ده بيعكر الصف العام ويعني ويعمل يعني خوف ورعب، بيرعب العامة. فعلشان كده الدنيا قامت وما قعدتش وتتحبس وكده. طيب وهو الهجوم على بيت ناس آمنين بأسلحة وهجوم عليهم مع ناس معاهم كانوا بقى بلطجية ولا كانوا اصحابهم ولا كده، هو ده مش معكر برضو للأمن العام ولا ايه؟ انا بصراحة ربنا مانيش عارف. وهم طلعوا اولاد ده ما اعتذروش علشان ان هم يعني عرفوا ان هم اخطأوا، لا اعتذروا علشان عارفين ان هم غلطانين وما عندهمش اي حق، ما عندهمش اي حق. ويا ريت دهية الدواهي بقى يعني اعتذرت اعتذار كامل كده، بتقول لك انا بعتذر لمتابعيني بس ما بعتذرش لحد تاني. فيعني الكبر برضو ماسكها. بس ما تفكريش ان انت انتصرتي على حلمية، بالعكس رغم ضعف موقف حلمية لان هي انت عارفة ان هي على حق، وان هي كسبت برضو رغم خوفها على ابنها وتأييدها من الخوف على عيالها اللي انت مسكتيهم سنين. وربنا يسهل. وقلنا بقى ايه؟ ان انت مش هتتكلمي في حاجة ولا هتقولي اي حاجة. انما ازاي ما تبقيش داهية الدواهي ان ما كنتش تطلعي يا بنت تتكلمي ولا تظفري الفيديو بتاعك باي كلمة؟
الفيديو اللي انت قلت مفاجأة السطح وعملناه علشان رمضان وعملت فايبر زي ما انت بتقولي، وبرضه مصاريف وكده على السطوح تاني، وبتقولي بمناسبة شهر رمضان. ما علينا، مش هنقول لطفطف بعتت، بس اكيد برضه لطفطف بعتت يعني حاجة. المهم نتفاجئ برضه بان الست اللي لسانها متبر منها لازم ترجع ريمه لعادتها القديمه. برضه ريمه التلقيحات على مين؟ على حلميه. قالت يلا قلدونا بقى، مش مشكله بقى اما نتقلد بقى، مش مشكله يا حبايبي اما نبقى اما نتقلد، اما حد يقلدنا. برضه رميتي على اختك. طيب بانهي منطق نصدق ان انتي هتمشي كده على الصراط المستقيم؟ يلا اهي الايام بيني وبينك وبين متابعينك. لو ان متابعينك نسخة تبقى الاصل، ويا هاله يا اللي انتي، مش هقول اسمك كامل، مش هقول اسم الايميل بتاعك كامل، اتلمي. انت مش علشان واكله ناسك زيه زي اللي انت بتتابعيه مفكره ان كل الناس مأجورين وبياخدوا فلوس زي القناه اللي انت بتتابعيها زي ام الدواهي. لا، احنا ناس الحمد لله حرين، واللي بنحس بيه بنقوله وبنتكلم فيه. لا احنا منافقين ولا احنا بنقبض من تحت الترابيزه زي القنوات اياها، وانت عارفه ومتاكده يا هاله، يا على راي ريري يا احقر ما انجبت البطن البشريه. انت مش عاجباكي ومش عاجبك اسلوبي، داخله عندي ليه؟ ما تدخليش. انما انت علشان واكله ناسك زيها بالظبط مفكره ان كل الناس زيك، رغم ان حلميه انتوا بتقولوا ان هي الاضعف، بس احنا بقى مع الاضعف وهنساندها وهنفضل وراها، لان احنا عارفين ان هي على حق، هي على حق وربنا حق، والحق احق ان يتبع يا جهله يا متخلفين. للاسف الشديد انتوا ما انتوش عارفين يعني ايه ان الواحد يقول يعني رأيه بأدب. لو كلمتي وقلتي بأدب، انما تشتمي وتتكلمي كلام ملوش لزوم عيب، لو ان انتي لا تربيتي ولا شفت تربية. وده يعني السمة الغالبة على متابعين ام الدواهي، يعني مش جديد يعني ولا حاجة. دي السمة اللي بيتسموا بيها متابعين داهية الدواهي للأسف يعني. فما تقولوليش ان ريما مش هترجع لعادتها القديمه، لا هترجع، صدقوني هترجع، لان اللسان بيبقى متبري منها دايما على طول. انما اللي تقول مش هعمل زي حلميه كده بتلتزم، لكن للاسف الشديد برضه هتحكوها للاسف الشديد. لا وايه، وطالعه قناه يا ولاد تقول ايه؟ اكبر دليل على ان ام الدواهي حنينه وقلبها ابيض لما عملت بس وواحدة قالت لها ده انا كنت اما بشوف حلمية عندك بقول ان هي خدامة عندك بتشتغل بالاجرة. قامت قايله لها خراسي ازاي تجيبي سيرة اختي كده، ولو اختي مش كده، ولو اختي كده يبقى اني كده، وقامت طرداها من البث. والله لعبة ملعوبة الايميل الفيك ده ملعوب قوي، وجاي في الجون، جاي في وقت يعني الناس هتصدق صحيح الحنية اللي بتشهر. لو كنت حنينة زي ما انت بتقولي كده ما كنتش بعت ولادك لابن اختك وهو وحيد، ما كنتش عايرت ابن اختك وقلت له يا شبر ونص، ما كنتش اسأتي له سنين بتسقيله وبتسيقي لاخته. انت فين من الضمير؟ مفيش ضمير. انما علشان تقولولي ان هي عملت كده مع الايميل كذا، ده شيء متفق عليه. طيب وكبير الدوايدة، لو انت شايف ان اخواتك خلاص هيبطلوا تراشق، انت ازاي ضميرك يسمح لك تدخل عند قنوات واخد اختك فحت وردم؟ حتى في متابعين عند لبنى في البث قالوا لها اخوكي بيدخل عند الست الكبيرة ديت اللي بتشتم عليكي وعلى ايه حلمية، وبتتشتم هناك في التعليقات وهو داخل يهزر ويتكلم مع الناس عادي خالص. فانا مش عارفه يعني اذا كان رب الاسره بالدف ضاربا على راي اللي بيقولها، يبقى شيء من بقيه العيله ايه يعني، الراس ولا ايه النظام يعني؟ انا مش عارفه والله. انت شايف اخواتك في مشاكل اهيت
والعيال راحوا لبعض وكان هيحصل مشكلة وكان هيحصل مجزرة. يعني المفروض خلاص تحط في عينك حصوة ملح وما تدخلش عند الناس اللي بيسوقوا الحلمية. انما انت للأسف الشديد انت هتفضل كده، انت عايز مصلحتك وبس. لو على جثة اي حد من اخواتك مش فارقة، لو على جثة اي حد من اخواتك مش فارقة، بدليل البث الاخير اللي انت قلت فيه الفاظ اباحية قدام مراتك وبنتك، ما علينا حتى من مراتك، بنتك البنت المراهقة. فازاي يعني؟ انا بقى من وجهة نظري انا بقى اجدع واحدة واجدع موقف واحسن موقف في عيلة داوود كلها موقف لبنى. لا وفي ناس بيقولوا لها ايه، في ناس مغيبه كده من متابعين ام الدواهي بيقولوا لها، داخلين لها في البث بيقولوا لها انت كنت رايحه وانت كنت مظبطه الامور بالظبط وعاملين رباطيه لاولاد ام الدواهي. والله العظيم اضحك يا اولاد، اضحكوا معايا. يعني اللي قاعد في بيته هو اللي هيعمل رباطيه للي جاي عليه؟ ازاي يا جدعان؟ ازاي انتوا ناس مغيبه، انتوا ناس مغيبه، ناس جايين عليا وماسكين لي الاسلحه البيضاء ولا زي ما بيقولوها وضربوا بالقلم واتكتروا على ناس ضعيفه. يبقى هم برضو اللي عاملين لهم المغرز، هم اللي عاملين لهم الفخ. انتوا ناس مريضه. يا ريت كده لو انتوا متابعين محترمين كده يا متابعين ام الدواهي وعايزين الدنيا تهدى، ما تدخلوش للناس تهنوهم من غير اي داعي. ما تعمليش ايميلات فيك يا دهده وتقول ان كنا بنحسب اختك ديت خدامه علشان ترد يقولوا لا. شوفوا الحنيه يا ولاد، شوفوا الحنيه. طردت الست اللي بتتكلم كلام وحش عن اختها. يا ريت يا اختي يكون من قلبك، بس ما تقوليليش هاني، لان اني اكتر حد عارف اسلوبك. صحيح انا ما شفتكش الا مره واحده، بس عرفتك من طريقتك ومن اسلوبك انتي نظامك ايه لما تجيبي سيره عيلتك كلها على بعضها وتتكلمي كلام شروي غروي على راي اللي بيقولوها، يبقى معناها ان انت ما انتش كويس. انما حلميه اللي ما تجيبش سيرتك حتى في عز المشاكل ولا تقول عليكي كلمه وحشه، يبقى هناك فرق. يبقى لازم طبة الميزان تطب عند محبوبة الجماهير او محبوبة القلوب. حلمية ده اللقب الجديد يا جماعة، محبوبة القلوب او محبوبة الجماهير حلمية. فيا ريت لو انت عايزة تبتدي بداية صح بلاش تلقيح حتى جوه الفيديو. ليه بتلقاحي؟ ليه؟ مفيش فايدة فيكي. يعني قلت هنبتدي بداية صح وعيالك طلعوا يعملوا تمثيلية الاعتذار، طب بتلقحي في الفيديو ليه؟ بتلقحي في الفيديو ليه؟ انا عايزة افهم. يا ريت تعرفيني وتقولي لنا يا ام الدواهي انت بتلقحي في الفيديو ليه، ويا ريت قنوات التطبيل يقولوا لك انت ليه بتلقحي على اختك. انت كده ما انتش عايزه الجو يهدى. ده لو انتوا كنتم حقانيين يا ست وفاء كنت تقولوا لها انت ليه لقحت في الفيديو، لكن انتوا ما تقدروش تدخلوا تقولوا ليه انت بتلقحي في الفيديو ليه. لو انتوا قنوات نقد حقيقي او بلاش قنوات نقد، لو انتوا قنوات بتقولوا رايكم بما يرضي الله قولوا لها انت طالعه تلقحي على اختك في الفيديو ليه من بين السطور كده. يا ريت تهدي شويه، اهدي على راي هدى رسلان وقولي هديت. بلاش لان اول اللي هيتاذى انت كل ما بتيجي تاذي حلميه نجمها بيرفع اكتر. حتى المشكله اللي حصلت في الاخر دي الفتره الاخيره ديت وهجومكم عليه بعيالكم بسم الله ما شاء الله برضو خلى في تعاطف كتير جدا من قنوات النقد ومن المتابعين عليها. وخليك انت دايما كده، كل من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. انت دايما بتحب تفحري له وبتوعي في الفحرة اللي انت بتحفريها. اهدي كده وقولي هديت. ولو واحدة تانية كانت ودتك وودت ولادك ورا الشمس بالتصوير اللي موثق الجريمة اللي انتوا عملتوها، يعني التصوير اللي موثق الجريمة اللي انتوا عملتوها ده اكبر دليل اهانة. وش وتعبير طارق يدل على كذب ولادك. تعبير طارق من وشه يقول ان ولادك كدابين. اهدي لولا اصل حلمية كنت رحت ورا الشمس.